الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي رحلة إنسانية مليئة بالأحلام والآلام. إنها حكاية البحث عن الأمان، عن فرص أفضل، وعن مستقبل يليق بالكرامة الإنسانية. في هذا الوثائقي نسلط الضوء على قصص المهاجرين، على التحديات التي يواجهونها من لحظة اتخاذ القرار بمغادرة أوطانهم إلى الصعوبات التي يعيشونها في الطريق، وصولاً إلى محاولاتهم للتأقلم مع مجتمعات جديدة. سنكشف الجوانب الخفية وراء الأرقام والإحصاءات، ونقدم الوجوه الحقيقية التي تقف خلف كلمة مهاجر، بين من غادر بسبب الحروب ومن اضطرته الظروف الاقتصادية ومن دفعه حلم الحرية. تتقاطع مصائر مختلفة في رحلة واحدة مليئة بالصراع والأمل. هذا الفيديو ليس مجرد سرد للمعاناة، بل هو أيضاً شهادة على قوة الإرادة الإنسانية وقدرتها على الصمود والتحدي. إنه دعوة للتأمل في معنى الوطن وفي حدود الإنسانية التي نتشاركها جميعاً. في المغرب تتجذر رغبة الشباب في الهجرة كحلم يراود عقول الكثيرين، حتى صار يعرف عند البعض باسم الحلم الأوروبي أو الحلم الأمريكي. لكن وراء هذا الحلم أسباب عميقة تعكس واقعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً معقداً. أول هذه الأسباب هو البطالة. آلاف الشباب يتخرجون من الجامعات والمعاهد سنوياً، لكن سوق العمل لا يستوعبهم. البطالة العالية، خصوصاً بين حملة الشهادات، تجعل الكثيرين يشعرون بأن مستقبلهم مسدود داخل الوطن. وعندما يغيب الأمل في الحصول على عمل، يصبح التفكير في الهجرة خياراً منطقياً. السبب الثاني هو التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. يرى الشباب الفجوة الكبيرة بين حياة القلة الميسورة وحياة الأغلبية التي تكافح يومياً من أجل لقمة العيش. هذا الإحساس باللاعدالة يدفعهم إلى البحث عن بلدان أخرى تمنحهم تكافؤاً أكبر في الفرص. هناك أيضاً جاذبية النموذج الغربي. أوروبا وأمريكا تقدم عبر الإعلام والسينما وشبكات التواصل الاجتماعي كأماكن تزدهر فيها الحرية الفردية والحقوق الاجتماعية وفرص النجاح. في المقابل، يشعر بعض الشباب أن فضاء الحرية في المغرب محدود، وأن الفرص مرتبطة غالباً بالوساطات والعلاقات، ولا يمكن تجاهل الأزمة في الثقة بالمؤسسات. جزء كبير من الشباب يشعر أن صوتهم غير مسموع، وأن مشاركتهم السياسية أو الاجتماعية لا تؤدي إلى تغيير حقيقي. هذا الفراغ يولد الإحباط ويجعل الهجرة ترى كطريق بديل لتحقيق الذات. إضافة إلى ذلك، هناك رغبة إنسانية طبيعية في المغامرة والاكتشاف. الشباب بطبيعتهم يبحثون عن آفاق جديدة، يريدون السفر والتعرف على ثقافات أخرى وتجربة حياة مغايرة لما اعتادوا عليه. بالنسبة للبعض، الهجرة ليست فقط بحثاً عن المال، بل أيضاً عن تجارب وخبرات جديدة توسع آفاقهم. ورغم كل هذه الدوافع، فإن الهجرة تبقى خياراً مكلفاً نفسياً وعاطفياً. فالشاب المغربي الذي يترك وطنه يترك وراءه عائلته وأصدقاءه وهويته. ومع ذلك، يظل الأمل في حياة أفضل أقوى من الخوف من المجهول، لتستمر رحلة البحث عن غد جديد خلف البحار، حيث يسكن قلب الشباب حلم لا ينطفئ، حلم الرحيل بعيداً نحو أوروبا أو أمريكا. ليس الأمر مجرد رغبة في السفر، بل هو صرخة جيل يشعر أن الأرض تحت قدميه تضيق، وأن الأفق أمامه ينهار. شباب أنهكهم الانتظار، تخرجوا من الجامعات وحملوا الشهادات، لكنهم وجدوا الأبواب موصدة والوظائف نادرة والفرص محدودة. يطاردهم شبح البطالة، حتى صار الحلم بالعمل والكرامة أكثر بعداً من القارة الأخرى. ينظرون حولهم فيرون فجوة عميقة بين قلة تعيش الرفاهية وغالبية تكافح يومياً من أجل البقاء. يشعرون أن العدالة غائبة وأن المستقبل في الداخل مسروق. حينها يصبح الخارج بكل صعوباته ومخاطره أكثر رحمة من البقاء في دائرة الانتظار. الإعلام والسينما وشبكات التواصل تنقل لهم صورة مختلفة عن الغرب: مدن مضاءة لا تنام، حرية بلا قيود، فرص متاحة للجميع. في أعينهم، الغرب ليس جغرافياً بعيدة فقط، بل هو رمز للأمل المفقود هنا، وهو وعد بحياة جديدة تعطيهم ما حرموا منه. لكن وراء هذا الحلم تختبئ جروح عميقة. إنهم يعرفون أن الرحيل يعني الانفصال عن العائلة، عن الوطن، عن الذاكرة. ومع ذلك تظل الرغبة أقوى من الألم، لأنهم يفضلون مواجهة المجهول على أن يعيشوا في واقع بلا أفق. الهجرة بالنسبة للشباب المغربي ليست مجرد خيار، إنها معركة وجود.
إما أن يظلوا أسرى لواقع خانق أو يغامروا بأنفسهم بحثاً عن غد مختلف، غد قد لا يأتي أبداً، لكنه على الأقل يمنحهم الحق في الحلم. الهجرة ليست مجرد رحلة في الجغرافيا، إنها رحلة في عمق الإنسان. كل مهاجر هو قصة مكتوبة بالدموع والعرق والأمل في عيون الشباب المغربي، وفي عيون ملايين المهاجرين حول العالم نرى صورة واحدة: صراع من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل حياة يستحقونها. إنهم يتركون خلفهم كل شيء: البيت، العائلة، الأصدقاء، وحتى جزءاً من هويتهم، لكنهم يحملون معهم شيئاً واحداً لا يستطيع أحد أن يسلبه منهم: الأمل. الأمل بأن الغد قد يكون أفضل، الأمل بأن البحر لن يبتلع أحلامهم، الأمل بأن الأبواب ستفتح أمامهم يوماً ما. لكن السؤال الذي يظل يطاردنا جميعاً: لماذا يضطر الشاب إلى مغادرة وطنه ليجد نفسه؟ لماذا لا يكون الوطن هو الحضن الذي يحميه والمكان الذي يفتح له الأفق بدلاً من أن يغلقه؟ الهجرة تكشف لنا حقيقة مؤلمة: أن العالم لا يزال غير عادل، لكنها تكشف أيضاً عن أجمل ما في الإنسان، عن إصراره على أن يحيا رغم كل شيء. وفي النهاية قد تكون الحدود تفصل بين الدول، لكن القلوب تظل مرتبطة بقصة واحدة: قصة البحث عن الأمان، عن العدالة، عن الغد. الهجرة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية سؤال أكبر: متى يصبح هذا العالم وطناً واحداً يسع الجميع؟ لا تنسى الاشتراك معنا ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء، نراكم في حلقة أخرى بإذن الله.